درس النهاردة بيتكلم عن مصر في عصري الأيوبيين والمماليك. قالك في البداية إن عصر الأيوبيين والمماليك من أهم عصور الدولة الإسلامية. طب ده ليه؟ لأنهم تحملوا عبء الدفاع عن الإسلام والمسلمين بجيشهم القوي من الأخطار التي كانت تواجه الدولة الإسلامية. طب إيه هي الأخطار التي واجهت الدولة الإسلامية؟ قال لك أول حاجة الحروب الصليبية على الشرق الإسلامي. بدأ ظهورها بعد هزيمة الإمبراطور البيزنطي في معركة اسمها معركة منزكرت أمام السلاجقة المسلمين. فالبابا أوربان الثاني نجح في إثارة شعوب أوروبا. طب ده ليه؟ لشن حملات صليبية ضد العالم الإسلامي، وبدأت الحروب الصليبية اللي كانت عبارة عن حملات حربية قادها مسيحي غرب أوروبا اللي هم الكاثوليك على المسلمين في الشرق لانتزاع الأراضي المقدسة المسيحية من أيديهم. طب احنا عايزين نعرف أسباب الحروب الصليبية على المشرق الإسلامي. قال لك أول حاجة سياسية، بسبب رغبة الأمراء بأوروبا في إنشاء إمارات مستقلة لهم في الشرق. تاني حاجة دينية، رغبة البابوات بالغرب في الاستيلاء على الأراضي المقدسة في الشرق. طب اقتصاديا، قال لك رغبة النبلاء والفرسان بأوروبا في الحصول على خيرات الشرق، لأن كانت أوروبا في ذلك الوقت بتعاني من الفقر الشديد. طب اجتماعيا، قال لك رغبة العبيد اللي هم أقنان الأرض في الخروج من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية الطاحنة في أوروبا. تبقى أسباب الحروب الصليبية على المشرق الإسلامي: سياسيا رغبة الأمراء بأوروبا في إنشاء إمارات مستقلة لهم، دينيا رغبة البابوات بالغرب في الاستيلاء على الأراضي المقدسة، اقتصاديا رغبة النبلاء والفرسان بأوروبا في الحصول على خيرات الشرق، اجتماعيا رغبة العبيد اللي هم أقنان الأرض في الخروج من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية الطاحنة في أوروبا. الحملات الصليبية جاءت على شكل موجات متتالية ابتداء من عام 1096 ميلاديا، مستغلة ايه؟ اضطراب الأوضاع في العالم الإسلامي اللي تمثل في حاجتين: ضعف الخلافة العباسية في بغداد، لأن دولة الخلافة ما كانش مسيطرة على الولايات التابعة له، وعدم وجود جيش تحت قيادة الخليفة. تاني حاجة الانقسامات السياسية. قال لك إن الشرق الأدنى عانى من الانقسام والتفكك بسبب وجود الدولة الفاطمية الشيعية في القاهرة والإمارات السلجوقية في بلاد الشام. الحملة الصليبية الأولى. طب إيه سبب الحملة الصليبية الأولى؟ إحنا قلنا هزيمة البيزنطيين في معركة منزكرت أمام السلاجقة المسلمين. قال لك انتصر الصليبيين على المسلمين في الحملة الصليبية الأولى بسبب إيه؟ تفوق جيوش الصليبيين في العدد، انعدام المقاومة الإسلامية في إمارات الشام، الحروب الداخلية بين الأمراء السلاجقة. طب إيه نتائج الحملة الصليبية الأولى؟ قال لك تم تكوين 3 إمارات ومملكة صليبية، اللي هي إمارة الرها وإمارة أنطاكيا وإمارة طرابلس ومملكة بيت المقدس. دور الدول الإسلامية في التصدي للصليبيين. أول حاجة عندك الدولة الزنكية اللي كانت بقيادة عماد الدين زنكي، كان أحد قادة العسكر السلاجقة وكان أميرا للموصل. عماد الدين زنكي أدرك أن الوحدة هي السبيل الوحيد لطرد الصليبيين، فعمل إيه؟ قام بضم حلب وحماة وحمص إلى حكم، واستطاع أن يسترد أولى الإمارات التي استولى عليها الصليبيين اللي هي إيه؟ إمارة الره، واستشهد على يد أحد مماليكه عام 1146. يبقى عماد الدين زنكي أدرك أن الوحدة هي السبيل الوحيد لطرد الصليبيين، فقام بضم حلب وحماة وحمص إلى حكمه.
بعد مقتل عماد الدين زنكي تولى ابنه نور الدين محمود، اللي أدرك أهمية موقع مصر وإمكاناتها البشرية والمادية، واستغل فرصة النزاع بين الوزيرين شاور ودرغام أيام الدولة الفاطمية. وأول ما استنجد بشاور أرسل ليه مين؟ أسد الدين شريكوه، ومعه صلاح الدين الأيوبي، اللي نجح في إيه؟ في إسقاط الخلافة الفاطمية وإعادة مصر إلى الخلافة العباسية. أول ما توفى نور الدين محمود أصبح صلاح الدين هو السلطان الفعلي لمصر، وبدأ إيه؟ دور الدولة الأيوبية. دور الدولة الأيوبية، قال لك إن صلاح الدين الأيوبي واصل كفاحه من أجل إقامة الدولة الأيوبية وتوحيد الجبهة الإسلامية لطرد الصليبيين، لذلك قام بدورين أساسيين. أول حاجة الدور الدفاعي ضد الصليبيين لمعرفة قدراتهم وإمكاناتهم، لذلك اشتبك معاهم في معارك محدودة في القرق والشوبك عشان إيه؟ يأمن طريق القوافل بين مصر والشام وتأمين طريق الحج. وعقد هدنة مع ملك بيت المقدس اللي كان اسمه بلدوين الرابع، كانت مدتها كام؟ 5 سنوات، علشان يتفرغ لتوحيد القوى الإسلامية. طب الدور الهجومي، قال لك أخذ صلاح الدين الأيوبي يتأهب لمعركة حاسمة مع الصليبيين، فكانت معركة إيه؟ حطين. معركة حطين، قال لك إن أمير حصن القرق اللي هو إرناط قام بخرق الهدنة اللي كانت بين صلاح الدين الأيوبي وملك بيت المقدس بلدوين الرابع، اللي كانت مدتها 5 سنوات، عن طريق إيه؟ مهاجمة قوافل الحجاج المسلمين. تاني حاجة محاولة الاستيلاء على مكة والمدينة. أحداث معركة حطين، قال لك إن صلاح الدين الأيوبي تقدم بجيشه نحو نهر الأردن واستولى على بحيرة طبرية. طب ده ليه؟ علشان يقطع عن الصليبيين طريق الماء. فقام الصليبيين بقيادة رموند الثالث باجتياز مرتفعات حطين علشان يوصل لبحيرة طبرية. أول ما اشتد الظاء بالصليبيين دارت المعارك، وفي النهاية وقع ملك بيت المقدس جاي لوز جنان والأمراء أسرى بما فيهم أرناط. عفى صلاح الدين عن ملك بيت المقدس، بينما قتل صلاح الدين أيوبي أرناط بيده وفاء للقصف. نتائج معركة حطين، أول حاجة هزيمة الصليبيين هزيمة ساحقة. تاني حاجة استولى صلاح الدين الأيوبي على العديد من المدن الساحلية. طب ده ليه؟ علشان يمنع إمدادات الصليبيين. ثم تمكن من فتح بيت المقدس يوم الجمعة. رقم 3 رفع الروح المعنوية للمسلمين ورد اعتبار الشرق الإسلامي من جديد. رقم 4 أصبح الصليبيين في موقف الدفاع بدلا من الهجوم. آخر حاجة أظهرت أهمية الوحدة بين المسلمين وقدرات صلاح الدين العسكرية والقيادية. الحملة الصليبية الثالثة، طب إيه أسبابها؟ قال لك محاولة الصليبيين السيطرة واستعادة بيت المقدس مرة أخرى. طب مين قادة الحملة؟ قال لك ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا، فيليب أغسطس ملك فرنسا، فريدريك بربروسا إمبراطور ألمانيا. طب إيه نتائج الحملة الصليبية الثالثة؟ قال لك فشلت بفضل مقاومة صلاح الدين الأيوبي، وتم عقد صلح الرملة بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد، تنص على إيه؟ احتفاظ المسلمين ببيت المقدس مقابل حق الصليبيين في تأدية الحج إلى بيت المقدس. وفي النهاية عاد ريتشارد قلب الأسد إلى بلاده. الحملة الصليبية الخامسة على مصر، طب إيه أسبابها؟ قال لك إن الصليبيين أدركوا إن مصر هي ترسانة العالم الإسلامي وقلعة التصدي لطموحاتهم في إيه؟ في الاستيلاء على بيت المقدس. طب إيه أحداث الحملة الصليبية الخامسة؟ الصليبيين قاموا بحصار مدينة دمياط واستولوا عليه، فأسرع الملك العادل بالقدوم من الشام لصد الحملة، ولكن توفى في الطريق.
فتولى الحكم ابنه الكامل. الملك الكامل تساهل مع الصليبيين وعرض عليهم تسليم بيت المقدس مقابل الانسحاب من دمياط، ولكن رفض. فالمصريين لجأوا إلى فتح السدود والترع وإغراق الأرض بالمياه. طب ده ليه؟ علشان يتم عزل الصليبيين عن قاعدتهم العسكرية بدمياط. طب إيه نتائج الحملة الصليبية الخامسة؟ قال لك فشلت الحملة، وسمح الملك الكامل للصليبيين بالرحيل دون قيد أو شرط، وعقد معهم هدنة مدتها 8 سنوات. الحملة الصليبية السادسة. طب إيه أسبابها؟ قال لك حدث خلاف في البيت الأيوبي بين أبناء الملك العادل المعظم عيسى والملك الكامل محمد. فاستعان المعظم عيسى ملك دمشق وحلب بالخوارزميين، واستعان الملك الكامل محمد بفريدريك الثاني اللي كان امبراطور ألمانيا. طب ايه احداثها؟ قال لك جاءت الحملة الى الشام، ولكن جاءت بعد مقتل المعظم عيسى، واصبح الملك الكامل سلطانا على مصر والشام بلا منازع. فيعمل الملك الكامل مع الحملة؟ قال لك قام الملك الكامل بالتفاوض مع الامبراطور فريدريك الثاني امبراطور ألمانيا نتيجة الحاحه حفظا على موقفه امام بابا روما. طب ايه نتائجها؟ قال لك تم ابرام معاهدة الصلح عرفت بمعاهدة يافا، نصت على تسليم بيت المقدس وبيت لحم للصليبيين، يبقى للمسلمين منطقة المسجد الأقصى. قال لك ان المعاهدة اللي هي معاهدة يافا أثارت غضب المسلمين. طب ده ليه؟ لتفريط السلطان الكامل في بيت المقدس. الحملة الصليبية السابعة على مصر. طب ايه أسبابها؟ قال لك ان استطاع الخوارزميين أنصار الملك الصالح نجم الدين أيوب استرداد بيت المقدس من أيادي الصليبيين. طب ايه أحدثها؟ قال لك وصلت الحملة إلى دمياط، فأسرع الملك الصالح نجم الدين أيوب بالقدوم إلى الشام، ولكنه توفى. فقامت زوجته شجرة الدر بإخفاء خبر وفاته، وقامت باستدعاء ابنه مين؟ طوران شاه. في نفس الوقت أصبحت المنصورة ساحة لحرب شوارع تولى فيها قيادة المسلمين الأمير بيبرس البندقداري، وتمكن من هزيمة لويس التاسع. نتائج الحملة الصليبية السابعة. قال لك فشلت الحملة، وتم أسر الملك لويس التاسع بعد معركة فرسكور بقيادة طوران شاه، وتم عقد صلح بين طوران شاه والصليبيين والعفو عن لويس التاسع بعد دفع نصف الفدية. سقوط الدولة الأيوبية. في عام 648 قتل المعظم طوران شاه، ترتب على مقتوله سقوط الدولة الأيوبية وقيام دولة المماليك. دور الدولة المملوكية. دولة المماليك قامت بعدما أعلنت شجرة الدر سلطانا على مصر والشام، ولكن الخليفة العباسي ما كانش راضي إن شجرة الدر تتولى سلطانه على مصر والشام، فعملت تنازلت شجرة الدر عن السلطة لزوجها عز الدين أيبك، والذي لقب بالمعز. واستأنفت دولة المماليك بعصريها البحرية اللي هم مماليك السلطان الصالح نجم الدين أيوب، والبرجية اللي هم مماليك السلطان المنصور قلاوون، وكان مقرهم أبراج قلعة الجبل، الجهاد لوقف هجمات المغول وتطهير بلاد الشام من الوجود الصليبي. السلطان سيف الدين قطز. قال لك بعد مقتل عز الدين أيبك اضطربت الأحوال في مصر، فأسرع المماليك بتولية ابنه المنصور علي حتى تهدأ وتستقر الأحوال في البلاد. بس المشكلة كان صغر سن المنصور علي، فتم تعيين الأمير سيف الدين قطز أتابك له ونائبا للسلطنة. في تلك الأثناء ظهر خطر المغول اللي بدأ يقترب من مصر. الخطر المغولي على العالم الإسلامي. طب مين هم المغول؟ قال لك قبائل تتارية جاءت للاستيلاء والسيطرة على العالم الإسلامي، فتمكن المغول بقيادة هولاكو
من دخول بغداد وتدميرها، وتم قتل الخليفة العباسي المستعصم بالله، والتقدم نحو بلاد الشام والاستيلاء على حلب ثم دمشق، والاستعداد للزحف إلى مصر. وأرسل هولاكو رسالة إلى قطز، كانت الرسالة تحمل التهديد والوعيد: اتعظوا بغيركم وأسلموا أمركم قبل أن ينكشف الغطاء. طب احنا عايزين نعرف موقف قطز من رسالة هولاكو والاستعداد للمعركة. قال لك إن قطز قام بقتل رسل هولاكو، وعقد اجتماع مع أمراء المماليك وعلماء الدين في مصر. طب ده ليه؟ لرفع الروح المعنوية لمواجهة المغول. تاني حاجة، أخذ برأي الشيخ العز بن عبد السلام في أمر جمع الأموال لإعداد الجيش للجهاد، فأقر بأخذها من الأمراء والأثرياء أولا ثم من الرعية. رقم 3، نادى العلماء على المنابر، فالتحق بالجيش المصري كل قادر على حمل السلاح، ولم يهتز شعب مصر وجيشها بالحرب النفسية التي حاول المغول نشرها. معركة عين جالوت. طب ايه اسباب المعركة؟ زحف المغول الى مصر للسيطرة عليها. طب ايه هي احداث المعركة؟ قال لك ان خرج سيف الدين قطز على رأس جيشه في اتجاه الشام صوب عين جالوت بفلسطين، واتفق مع الصليبيين على التزام الحياد والسماح لقواته بالمرور على الأراضي اللي هم كانوا مسيطرين عليها. يبقى قطز اتفق مع الصليبيين على التزام الحياد والسماح لقواته بالمرور. في عام 1260 التقى الجمعان المغولي والإسلامي عند عين جالوت. في بداية الأمر انقض المغول على المسلمين فاضطرب المسلمين، فألقى السلطان سيف الدين قطز خوذته عن رأسه إلى الأرض وصرخ بأعلى صوته: اللهم انصر عبدك الفاني قطز وإسلامه. وقاد الهجوم بنفسه وقتل قائد الجيش المغولي كتبغة ومعظم جيشه، ولجأ الباقون إلى الفرار. نتائج معركة عين جالوت: أول حاجة، هزيمة المغول والقضاء على أسطورة أن الجيش المغولي لا يقهر. تاني حاجة، رفع الروح المعنوية للمسلمين ورد اعتبار الشرق الإسلامي بعد سقوط الخلافة العباسية. أصبحت مصر والشام دولة واحدة تحت حكم المماليك. آخر حاجة، أنقذت معركة عين جالوت الحضارة الإسلامية والإنسانية، لأن المغول عناصر مخربة ومدمرة. السلطان الظاهر بيبرس قال لك استطاع في حربه ضد الصليبيين إن هو يسترد إمارة أنطاكيا ويستولى على حصن الكرك وأرسوف ويافا ويمهد للاستيلاء على طرابلس. واستطاع في حربه ضد المغول إن هو يردهم خائبين بعد أن أرادوا الصقر لهزيمتهم في معركة عين جالوت، وزحفوا بقيادة أبغة على عدة مناطق، وهزمهم هزيمة ساحقة بعد تحالفهم مع السلاجقة في معركة الأبلستين. السلطان المنصور قلاوون قال لك استطاع في حربه ضد المغول إن هو قام بالتصدي للمغول بقيادة أبغة بعد تحالفه مع ليوس الثالث ملك أرمينيا، وانتصر عليهم السلطان المنصور قلاوون في معركة حمص. واستطاع في حربه ضد الصليبيين إن هو يستولى على حصن المرقب، ثم استولى على طرابلس ومهد للاستيلاء على عكا. السلطان الأشرف خليل ابن قلاوون قال لك حاصر مدينة عكا أكثر من شهر واستولى عليها، فهرب الصليبيين إلى قبرص واتخذوها ملجأ لهم، وأسقط مدن أخرى مثل صور وصيدا وطارسوس. وبذلك قدر السلطان الأشرف خليل بن قلاوون إن هو ينهي الوجود الصليبي ببلاد الشام. السلطان الناصر محمد ابن قلاوون قال لك واصل الجهاد ضد المغول، وتولى قيادة جيوش مصر والشام في معركة مرج السفر، نتج عنها هزيمة المغول، وعقد المغول صلحا مع السلطان الناصر محمد ابن قلاوون. آخر حاجة السلطان الأشرف برزبي قال لك إن هو واصل الجهاد ضد الصليبيين.
أول ما الصليبيين اتخذوا من جزيرة قبرص مركزا جديدا للإغارة على السواحل العربية، فهاجموا الإسكندرية أثناء صلاة الجمعة، وقاموا بتدمير البيوت والمساجد ونهب الأسواق والاعتداء على النساء والأطفال. فغضب السلطان وأرسل حملات بحرية إلى قبرص، ونجح الجيش المصري في هزيمة ملك قبرص وأسر معه جنوده، ولم يطلق سراح ملك قبرص إلا بعد دفع فدية كبيرة من المال.